صديقي الملك، لو لسه ما شفتش الأجزاء اللي فاتت من حكاية إيفان فأنت كده بقى فايتك كتير أوي. بعد ما شفنا بطلنا إيفان الغلبان العدمان واللي يا عيني الكل كان بيتنمر عليه لأنه بقاله 3 سنوات في الجامعة وما يقص قوته، ولكن كل ده بيتغير لما بيكتسب نظام مرعب، نظام بيمنحه مهارة وقوة ولا اقولك اذكر الله وصلي على النبي وارزع اللايك الجامد للفيديو. والان هيا لنرى ما الذي جرى. بعد ما شفنا الكل اللي كانوا خايفين ومرعوبين على ايفان جدا بعد اللي سمعوه من الزنزانة وان زعيم الشياطين نزل هناك. وهنا بقى بيقول واحد من الشيوخ ده ملك الشياطين، يعني ازاي حد يقدر يلمسه؟ فما بالك بقى انتوا عايزين تقتلوه، وان كل اللي جوه مجموعة مراهقين. وبعد كده بقى وجوه الزنزانة دي بيبقى في عدد من المحترفين ميتين، واللي بيبقى ايفان مستغرب من الهالة الشيطانية القوية واللي هو المكان ده عامل كده ليه، والوحوش اللي حجمها زاد ل3 اضعاف. والمعلم هنا بقى كده بيبقى حاسس بتشاؤم كأن في كارثة جاية، واللي بتظهر انفجار في اماكن جنبه كده وبركان بينفجر، واللي بيظهر تجسيد للزعيم الشيطان وبيقول له اخيرا لقيتك. وبيبلغ النظام ايفان ان تم رصد قوة شيطانية كبيرة، حاجة كده اكبر من قوته على المقاومة، يعني الافضل انه يهرب من هنا. بس هنا بقى المعلم ايفان بيبص كده على المصدر وبيقلق لما بيشوف زعيم الشياطين واللي بيهاجموا الزعيم كده، وبيقول له انه ما تخيلش ان اللي بيتجسس عليهم يطلع هو، وانه تعاون مع واحدة حقيرة ونزلوا للعالم البشري، وانه ما تخيلش ان هم بكل اللي عاشوه ده يوصلوا للموقف ده، والمفروض ان هو وهي ما ينفصلوش عن بعض. يعني هي فين وليه واخد وش الضعف ده؟ هو متأكد ان قوته الكبيرة ما اختفتش تماما، واللي بكده لو قدر يبلعه ساعتها بقى قوته الكبيرة دي هتبقى ملكه، واللي بكده هيوصل للطريق للعالم الأسمى. واللي بيهاجمه هنا كده وبيبقى المعلم ايفان مستعد لموته، وده علشان مش هيقدر يصد الضربة دي، واللي بيبقى مصدوم بقى ان بعد كل ده هو طلع ولا حاجة قدام العظماء، ولكن برضه بيحذروا النظام من الهجوم وبيتصاب ايفان وبيقع. وهنا بقى بيسأل نفسه لو هي دي النهاية، واللي فجأة هنا بقى كده بيشوف صورة أخته وبيفتكر كل ذكرياتهم مع بعض، بيفتكر كلامها معاه. المعلم بيتخيلها وهي بتقول إنه وحشها، هو راح فين؟ وهنا بقى بتظهر زينير وبيحضنها كده وهو بيعيط وبيقول لها إنه أخيرا افتكرها، واللي بتبقى كده بيغمى عليها. فالمعلم بيطلب منها ما تموتش وتسيبه، ولكن بتطمنه ان هي كويسه وان هي هتستناه لحد اما يعدي ال 300 طابق، لازم يعدي من برج السماء، لازم يخرجها من هناك. وبتقول له انها تعبانه وهتنام وبتختفي بعدها. وهنا بقى زعيم الشياطين بيقول له ان وعي الارض يا دوبك بيكافئ علشان يفضل موجود، وانه عاجلا ام اجلا اكيد هيختفي، وان تقسيمه لقوته مش هيفيده باي حاجه، النهايه كده كده قربت. فالمعلم ايفان بيقول له اخرس، فبيتعصب الشيطان هنا كده وبيقول له انت ازاي تجرؤ تكلمني كده. وبياخد المعلم ايفان باللورة من كريستالة الهاوية واللي بيوصل للمستوى ال 300 وبيدخل للعالم الاستثنائي واللي بيظهر له كتاب. فالمعلم بيقول لنفسه اكيد ده اللي زينير سابته ليا، وبيطمنها ان اخوها مش هيخيب املها، وبيتعلم المهارة اللي فيها مهارة الريشة الداكنة واللي بتتحول كده لتعويذة محظورة واللي بيها يقدر يتجاهل الزمان والمكان. والمعلم هنا بقى بيستدعي نسخة من المستقبل بشكل عشوائي وبيبص للشيطان وبيقول له انا هدفعك الثمن. فالشيطان بيقول له انت ازاي لسه عندك الجرأة تستفزنا بعد ما اغلب قوتك ضاعت؟ واللي بيهاجمه هنا كده فبيستخدم ايفان المهارة وبيستدعي نسخة منه من المستقبل، وبتبص النسخة على الزنزانة هنا كده واللي بيقول ان الزنزانة لسه زي ما هي ما اتغيرتش. وبيتصدم الشيطان وبيسأل هي ايه نوع المهارة دي ومين ده وليه حاسس بالخوف منه؟ فبيبص له النسخة كده وبيقول له انا ايفان من المستقبل، وبيقول له بالرغم ان المهارة دي خلته هو من المستقبل عامل عند الماضي ولكن مش مشكلة كله المستقبلي بعدين. وبيسأل الشيطان لو قرر عايز يموت ازاي؟ فالشيطان بيقول له ما تقولش كلام اكبر منك، واللي بيستخدم مهارة الهاوية هنا كده وبيطلع اعصار من الطاقة الشيطانية. فالمعلم ايفان اللي من المستقبل بيقول له لا خوفتني، خاف يا عيد، وعموما طالما مش عايز تختار انا اللي هختار لك بنفسي.
المعلم هنا بقى كده بيستخدم مهارة نقطة الانطلاق المكانية، واللي بيثبت الشيطان مكانه، واللي ما بيعرفش يتحرك ابدا، واللي بيبقى مصدوم ان الشخص ده قدر يتعلم قوة الفضاء، واللي بيبقى مصدوم اكتر ان قوته بتختفي وانه كده هيموت فعلا، وبينادي على عظيم القمر والنور والاخضر علشان يساعدوه، وبيخرجوا التلاتة كده، ولكن بيكون ايفان اللي من المستقبل خلص عليه، وبيبص العظماء لبعض وبتقول عظيمة القمر الشيطان دفع من قوته المصدرية علشان يعمل صدع مكاني كان عايز يدخل منه بالعافية، وفي الاخر بينادي عليهم علشان يساعدوه، ولكن فجأة واحدة منهم بتنتبه وبتقول للاتنين التانيين انفاس الشيطان اختفت من الزنزانة، وبيبص الاخضر لايفان هنا كده للحالي واللي من المستقبل، واللي بيقول لهم ان عنده فضول يعرف ازاي هزموه، فالمعلم ايفان اللي من المستقبل بيقول له انا غلطان اني ما قتلتش تاكسيدو، ولكن هو قتله هو نفسه، وبيتصدم الاخضر هنا وبيقول ايفان اللي من المستقبل انه ما توقعش انه يستدعي المساعدين بتوعه قبل ما يموت، وبيقول لايفان الحالي يلا استدعي واحد كمان من المستقبل ينعش معانا الحفله دي، فبيتفاجئ المعلم ايفان من كلامه ده، واللي بيساله هو ينفع، فالمعلم بيقول له طبعا، وانه يقدر يستعملها اكتر من مره، ولا بلاش ممكن قوته العقليه ما تستحملش اتنين منه، وبما انه الوحيد اللي هيحيي الحفله دي يبقى يستحملوه بقى، والمعلم هنا بقى كده بيستخدم مهاره، واللي بيبقوا التلاتة بيسالوا مين ده، وبيشم الاخضر ريحه كده وبيقول لهم يلا اهربوا بسرعه، واللي فجأة العالم بقى كأن الزمن فيه كده بيلف بالعكس، وبيصرخ العظماء من الوجع، وبره الزنزانه دي بتقول مثير بفرحه الطاقه الشيطانيه اختفت، وبيفرح الكل ان العظماء اتهزموا، وبيبقى الكبار نفسهم مش مصدقين اللي حصل، مش مصدقين انه اتهزم فعلا، واللي بيقول واحد منهم رغم انها ما تتصدقش ولكن واضح انه اتهزم بجد، وبيبص المعلم ايفان الحالي لنسخته من المستقبل وبيساله هو الموضوع خلص بسهوله كده، فبيساله النسخه ايه كنت عايزنا نطول، فالمعلم بيقول له لا بس دول عظماء ازاي اتهزموا بالسهوله دي، فالمعلم بيقول له شكله نسي ان معاه النظام اللي بيزود قوته، وهنا بقى بيستأذن النسخه علشان يمشي، وده علشان لو فضل اكتر من كده جسمه مش هيستحمل وجوده، وهنا بيقرر ايفان يروح للبرج على طول، وده علشان يوصل للطابق ال 300 علشان ينهي الموضوع ويضمن ان كارثه زي دي ما تحصلش تاني، وبينادي على اخته وبيقول لها استنيني انا جاي، ولكن يا ترى فعلا هينجح؟ يا ترى هينقذ اخته ولا ايه اللي هيحصل بالظبط؟ الاحداث بتولع يا صديقي، واللي علشان يوصلك الاحداث الجديده يبقى ظبط بقى الدنيا كده لايك للفيديو واشترك في القناه، والاهم طبعا اذكر الله وصلي على النبي.